مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. الرئيس الصيني يجري استقبال رسمي للرئيس أفورقي. كأس هدية الاستقلال يحظى باستقبال بهيج في ساوة. مسيرة أعلام إريتريا في لندن. ترقب لنتائج صناديق حاسمة في الانتخابات الرئاسية بتركيا. الاتحاد الأوروبي يشير إلى تقدم في محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان. اليابان تجري محادثات لفتح مكتب اتصال للناتو في طوكيو. السلام عليكم ورحمة الله. أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ استقبالا رسميا بعد ظهر اليوم للرئيس أفورقي، وأطلقت في مراسم الشرف الرسمية التي بدأت بالنشيدين الوطنيين لإريتريا والصين، والتي جرت في قاعة الشعب. أطلقت 21 قذيفة على شرف الرئيس أفورقي والوفد المرافق له. وأجرى الرئيس أفورقي بعد ذلك مباحثات مع الرئيس شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي كيانغ للدفع بالعلاقات التاريخية بين إريتريا والصين. هذا ووضع الرئيس أفورقي يرافق المسؤولون الإريتريون والصينيون أكاليل الزهور على النصب التذكاري للأبطال في ساحة تيانمن في مدينة بيجين. ويقوم الرئيس أفورقي بزيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية من 14 من مايو بموجب الدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. تجدر الإشارة إلى أن 24 من مايو هذا العام يصادف الذكرى 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين إريتريا وجمهورية الصين الشعبية. حظي كأس هدية الاستقلال الذي انطلق في 24 من إبريل المنصرم من دفاع دندن التاريخي حاملا في طياته هدية الشهداء الأبرار، حظي باستقبال بهيج عند دخوله ساوة منطلقا يوم الرابع عشر من حجر مديرية قلوج، قاطعا مدينة تسني عبر طريق تمرات ساوة. وفي مراسم حافلة بمسيرة أعضاء مركز التدريب للخدمة الوطنية، سلم المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في إقليم القشبرك السيد إدريس صالح الهدية إلى قائد مركز التدريب للخدمة الوطنية العقيد دبساي قدي. وذكر العقيد دبساي في المراسم الاحتفالية الجارية تعظيما للهدية الاستقلالية عندما وصلت إلى المقر الذي كان يترقب فيه أعضاء الدفعة 35، وأشعل العقيد دبساي شعلة الاستقلال، وذكر أهمية جولة هدية الاستقلال الجارية متمثلا بكأس الهدية، مشيدا الجهات التي استقبلت بحفاوة هدية الاستقلال متحملين الحرارة الشديدة. في الختام سلم العقيد دبساي قدي الهدية إلى مدير مديرية فورتو ساوة السيد أبو بكر محمود لتواصل جولتها القادمة. نظم الإريتريون المقيمون في بريطانيا مسيرة أعلام بمناسبة الذكرى 32 للاستقلال، وجرت المسيرة برفع العلام في الدراجات والسيارات والباصات في شوارع مدينة لندن الرئيسية للاحتفاء بعيد استقلال إريتريا وتعريف علم إريتريا للشعوب الأخرى. شارك في المسيرة مئات الإريتريين من مختلف الأعمار، وإقامة حفل موسيقي بعد وصولها أمام السفارة الإريترية. وهنأ سفير إريتريا في بريطانيا وأيرلندا الشمالية سيد ستيفانوس هبتماريام وأعضاء السفارة ومسؤولي الجالية هنأوا المحتفلين. بدأت فعاليات عيد الاستقلال 32 المحتفل به بعنوان إنجازات بطولية بصفوف متماسكة خلال 14 من مايو بحفاوة كبيرة، واشتملت الفقرات الفنية والثقافية والألحان والدراما الموسيقية التي نظمت فعالياتها في ساحة الفاتح من سبتمبر، وبثت مباشرة عبر الفضائية الإريترية
عبر الفضائية الإريترية أبرزت مسيرة التصدي والإعمار، وأضفت الأزياء التي كانت ترتديها السكان والطلاب مصحوبة بألحان تقليدية رائعة، منطلقين من مديرياتهم حتى وصلوا إلى ساحة الفاتح من سبتمبر، أضفت حفاوة وروعة للمناسبة الجليلة. وعبر الحضور الذين شاهدوا البرنامج عن كثب بأن فعاليات الاستقلال التي تزداد أكثر جمالا من عام لآخر خير شاهد على الثمن الباهظ المدفوع من أجله، وهنأوا كافة الشعب الإريتري وقوات الدفاع الباسلة، وأوضحوا ضرورة رزانة الاستقلال، وإدراكا لهذه الأهمية تطلبها المرحلة الراهنة من كافة المواطنين للقيام بأعمال مضاعفة لتعزيز الثمن الغالي الذي دفع لينال الاستقلال بالتنمية. نظمت الجمعية التعاونية لأعضاء الدفعة الأولى من الخدمة الوطنية حفلا ترفيهيا بتعاون قسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الأوسط بمناسبة أعياد الاستقلال في مركز إيواء ميتمناي. وأوضح رئيس الجمعية السيد جمال صالح في البرنامج المنظم يوم 14 من مايو إن الهدف مشاركة المواطنين المعاقين ومن ذوي المصاعب الاقتصادية في احتفالات الاستقلال. وقال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الأوسط العقيد قبر هنس والدقرقيس إن مبادرة أعضاء الدفعة الأولى للخدمة الوطنية تعكس القيم السمحة للمجتمع. وشمل البرنامج رعاية نزلاء مركز الإيواء وتنظيف الغرف والتشجير بالإضافة إلى حفل فني. كرم سكان مديرية صالون أعضاء قوات الدفاع العاملين في برامج التنمية وإقامة حفل غداء. وأوضح منظم الحفل بأن البرنامج المنظم بمبادرة 15 ضاحية هادفة لتقديم الشكر لأعضاء قوات الدفاع وتشجيعهم. وأوضح ممثل قوات الدفاع النقيب عقباي سلمون بأن شعب قوي يخلق جيش قوي، ويضمن الجيش القوي الأمن والسلم في الوطن، مشيدا بمبادرة السكان. وشهدت المناسبة فعاليات فنية تعكس بطولات قوات الدفاع. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. تتجه تركيا للمرة الأولى في تاريخها نحو جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في أعقاب جولة أولى متنازع عليها، ويتعين أن يتقرر في 28 من مايو فوز الرئيس رجب طيب أردوغان أو منافسه الرئيسي كمال كليتشداروغلو. يأتي ذلك فيما لا يزال من المنتظر صدور النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت الأحد. وتوافد 64 مليون ناخب تركي على صناديق الاقتراع، حيث بلغت النسبة الأولية للمشاركة 90%. وبعد فرز أكثر من 99% من الأصوات، حصل أردوغان على 49.4% من الأصوات في مقابل 44.95% لخصمه الرئيسي الاشتراكي الديمقراطي، وهي نتيجة أفضل من المتوقع للرئيس مقارنة باستطلاعات الرأي الأخيرة. وفي كلمة أمام حشد من أنصاره أمام مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن النتائج الحالية تظهر تقدمه على منافسه كمال كليتشداروغلو في انتخابات الرئاسة في انتظار إعلان النتائج الرسمية. تحدث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن تقدم في المحادثات بين أرمينيا وأذربيجان والتي جرت في بروكسل، داعيا للحفاظ على الزخم للتوصل إلى اتفاق سلام. وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربين مطلع تسعينيات القرن الماضي وعام 2020 بهدف السيطرة على منطقة ناغورني كاراباخ. وبعد معارك خاطفة في خريف 2020 وقعت باكو ويريفان وقفا لإطلاق النار بوساطة موسكو. وأكد شارل ميشيل إثر الاجتماع أن الجانبين يتقاسمان إرادة مشتركة للسلام، واصفا محادثاتهما بأنها كانت صريحة ومنفتحة ومثمرة. قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إن بلاده تجري محادثات لفتح مكتب اتصال لحلف شمال الأطلسي الناتو ليكون الأول من نوعه في آسيا. وأشار هاياشي أن اليابان ليست عضوا في معاهدة حلف شمال الأطلسي، لكن فتح مكتب اتصال للحلف في طوكيو سيبعث برسالة مفادها أن شركاء التكتل في آسيا والمحيط الهادئ ينخرطون بطريقة ثابتة للغاية مع الناتو.
وقد ردت الصين التي حذرت سابقا من توسيع نطاق انتشار ناتو في آسيا بغضب على التقارير المتعلقة بفتح مكتب في اليابان. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادة إن آسيا أرض واعدة للتعاون ومرتع للتنمية السلمية، ولا ينبغي أن تكون منصة لأولئك الذين يسعون إلى المعارك الجيوسياسية. أفادت السلطات في ميانمار بارتفاع حصيلة ضحايا إعصار موكا الذي يضرب البلاد، حيث لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 700 على الأقل. وذكرت أن الإصابات وقعت بين قرابة 20,000 شخص فروا إلى المناطق المرتفعة بمدينة سيتوي في ولاية راخين للاحتماء من الفيضانات. كما أجلت السلطات قرابة 1000 شخص كانوا محتجزين بسبب ارتفاع منسوب المياه الذي قارب 4 أمتار بالسواحل الغربية للبلاد. وبلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 209 كيلومترات في الساعة، ولم يتضح على الفور حجم الضرر الذي تسبب فيه الإعصار، إلا أن الرياح العاتية المصاحبة له أدت إلى انهيار أبراج الهواتف المحمولة وقطع الاتصالات. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المياه غمرت الشوارع، ما تسبب في احتجاز أشخاص داخل منازلهم في المناطق المنخفضة. ختاما سادتي، أعود فأذكر بعناوين الأخبار. الرئيس الصيني يجري استقبالا رسميا للرئيس إيسياس أفورقي. كأس هدية الاستقلال يحظى باستقبال بهيج في سنة. مسيرة أعلام إريتريا في لندن. ترقب لنتائج صناديق حاسمة في الانتخابات الرئاسية بتركيا. الاتحاد الأوروبي يشير إلى تقدم في محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان. اليابان تجري محادثات لفتح مكتب اتصال للناتو في طوكيو. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.